يا ترى ايه سر الضعف الدفاعي لمنتخب مصر وليه استقبل هدفين من الراس الأخضر؟ ما تيجوا نشوف. مبدئيا دفاع منتخب مصر كان أغلب الوقت بيلعب بدفاع من نص الملعب، وزي ما انت شايف هنا الراجل سرح في ظهر حمدي فتحي، وزيزو بقى في موقف 2 على 1. مروان عطية اتسحب مع اللعيب رقم 26، وبالتالي ظهرت مساحة كبيرة جدا في ظهر نص الملعب، وده اللي بيتقال عليه التباعد بين الخطوط. وبالتالي بيقدر لعيب الراس الأخضر يستلم ويلف بأريحية وبدون ضغط. وتمركز مهاجمين الراس الأخضر في أنصاف المساحات بين خط دفاعنا كان يقدر بيه حامل الكرة يوديهم انفراد صريح، ولكن ربنا ستر. عايزك بقى تقارن ضغط الراس الأخضر وإزاي إن في التزام تكتيكي واضح ومراقبة لصيقة نجحت في كتير من الأحيان إنها تمنعك من التدرج بالكورة، إلا في بعض المواقف الفردية اللي تفوق فيها لعيبة منتخب مصر بالمهارة وليس بالتكتيك. قارن بقى باللقطة الراس الأخضر اللي فاتت دي واللقطة دي للمنتخب. مبدئيا أدوار كل لعيب واضحة في الضغط. زيزو على الباك الشمال بتاعهم، هاني مع الجناح، ولعيبة نص الملعب بتاعتنا مع نص الملعب بتاعهم. وفي لحظات ما قرر زيزو إنه ما يرجعش مع الباك الشمال بتاعهم، وبالتالي بقى في 2 على 1 على هاني، واتضربت منظومة الضغط كلها كالعادة بسبب إن في حد قرر ما يرجعش. وكان ممكن بباص مظبوط لعيب كاب فيردي يروح انفراد من قدام حجازي شبه جون موزمبيق التاني. تعالوا بقى نشوف الهدفين اللي دخلوا فينا. ادي الهدف الاول، هدف بدايته اوت، وبالتالي التمركز اللي انت شايفه في اللقطة طبيعي لان الملعب بيرحل، لان انا شفت ناس بتنتقد وقوف لعيبة المنتخب في اللقطة. طب هو كان ايه احسن من كده؟ عايزك تركز ان مرموش مراقب كمان اللي بينفذ رمية التماس، وده عادة بيبقى اخطر لعيب في الاوت لانه بيبقى غير مراقب، بس حتى دي كنا عاملين حسابها. وبالمناسبة ده الباك اليمين للراس الاخضر، فهو كده كده مسؤولية مرموش. شوف بقى حجازي كمان عامل تغطية للمساحة الفاضية في قلب دفاعنا. نرجع بقى تاني للراجل اللي لعب الاوت رقم 17 الباك اليمين، بيسرح ورا مرموش ومرموش مش راجع معاه، واتخلق موقف 2 على 1 على فتوح. بدل ما كان مراقب الوينج بقى بين نارين، الباك ولا الوينج، ومنعم ما قراش اللقطة وما طلعش يقفل في ظهر فتوح بدري. حمدي فتحي الارتكاز التاني في الحالة الدفاعية مرجعش كل ده يقفل في ال18 بتاعتنا، والوينج الشمال بتاعهم عمل اللي هو عايزه في هاني، دخله جوه وطلعه بره براحته في حركة ذكية جدا. منعم وقف بعد العرضية يتفرج، ودايما قراراته متأخرة في البطولة دي، وده حاجة مش عجباني خالص. والنتيجة الهدف الأول في لحظات فقدان تركيز في آخر دقيقة في الشوط الأول. الهدف الثاني هلوم فيه لعيبة المنتخب بشكل أقل بسبب المجهود البدني الكبير، ولقطة مصطفى محمد دي خير دليل. إمام عاشور ومصطفى فتحي الاتنين شافوا المهاجم وتقريبا اعتمدوا على بعض في تخطيطه. محمد حمدي ضعيف جدا في ال1 على 1، والراجل المهاجم بقى في وسط 3 حرفيا ومحدش قرب منه. الشناوي تصدي سيء جدا، الكورة سهل يمسكها أو أضعف الإيمان يطلعها مكان ما جت بدل ما يرجعها للمهاجم على ال6 ياردة. وبعد كده نحب نشكر منتخب موزمبيق الشقيق. وقول لي بقى رأيك، إيه دور فيتوريا في كل اللي بيحصل ده؟ وهل هو تقصير منه ولا اللعيبة ولا هما الاتنين؟